الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. شوف الفرق بين اللي بيصلي واللي ما بيصليش. اللي ما بيصليش نار جهنم مستنياه. طب واللي بيصلي هتتقفل عنه ازاي؟ تعال معايا الكلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن لله ملكا ينادي كل يوم: يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها فأطفئوها. أهل الحديث يقول لك إيه؟ خد بالك في الحديث، يقول لك لكل صلاة طاقة في جهنم. ليك طاقة كده، الطاقة دي تفضل مولعة لغاية لما تصلي. طب انت صليت تغلق الطاقة، ما صليتش مستنياك ليوم القيامة. كل صلاة نار جهنم مستنياك. سبحان الله. يبقى الصلاة بتطفي عنك نار جهنم. قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها فأطفئوها. يا اللي الدنيا شغلاك والمال بتجري وراه وسايب الصلاة، والله ما هينفعك، جهنم مستنياك. شوف كلام النبي عليه الصلاة والسلام بيبين ان انت ذنوبك كتيرة قوي. يقول لك ايه؟ تحترقون فإذا صليتم الصبح غسلتها. يعني ايه تحترقون؟ قال لك الذنوب بتاعتك والمعاصي اللي بترتكبها من صلاة الصبح لغاية صلاة الظهر دي ممكن تولع فيك في نار جهنم والعياذ بالله، لأن بتبقى حاجات صغيرة في صغيرة في صغيرة في صغيرة، وانت مستصغرها وهي كبيرة تولع فيك. طب ايه اللي بيحصل؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا صليتم الصبح غسلتها. الذنوب بتاعتك دي كلها بتطفى. ليه؟ لأنها تتسبب في الحرق بتاعك. ثم تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها. يعني ايه؟ الدنيا شغلتكم، الغفلة خدتكم، بعدتم عن ذكر ربنا سبحانه وتعالى وعن طاعته. ايه اللي هيحصل؟ لما هتصلي صلاة الظهر تغسل ده كله. ثم تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها. ثم تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها. ثم تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها. ثم تنامون فلا يكتب عليكم شيئا. يا سبحان الله، الذنوب اللي انت عملتها طول النهار الصغيرة في صغيرة ربنا سبحانه وتعالى بيغفرها لك يا اللي بتصلي. طب انت بقى ما صليتش، دي هتحرقك يوم القيامة. شوف النبي يقول لك ايه؟ تحترقون، يعني الصحيفة بتاعتك اللي بتكتب فيها الأعمال بتولع من كثرة الذنوب. الصلاة هي اللي بتمنع. وبعدين النبي يقول لك خد بالك ما تعملش معاصي بعد صلاة العشاء، لأن الصحيفة بتاعتك خلاص اتمسح فيها كل المعاصي. طب اللي ما بيصليش هيعمل ايه في الصحيفة بتاعته؟ يبقى نار جهنم مستنياه. ده مش كده بس، ده في حاجة تانية. هذا ما نقوله في اللقاء القادم إن شاء الله. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بكره بقى تامر الكلب الحديث.